السلام عليكم، شلونكم حبايبي؟ صحة وعافية إن شاء الله. اليوم جيتكم فيديو صراحة من أيام جيل الطيبين، إن شاء الله يعجبكم وينال رضاكم ومنوع وأكيد راح تحبونه. وراح أبدو أقول بسم الله الرحمن الرحيم، وبما أنه أجواء عطلة حبيت أرجع الأيام زمان ويا عائلتي. وأول ما بديت أنا عندي هنا عجين مال كباب، سويته بهالشكل هذا صغار صغار، قليته وطقيت عليه بيض وصار كلش طيب. وهذا الطبق مثل ما يسمونه طبق جيل الطيبين. وهنا أنا قدمت الفطور والحمد لله والشكر على النعمة حسب الموجود، وهو هاي المربيات اللي احنا مسوينها ودبس وراشي. وهذا الطبق مالتنا كلش طيب، يعني بعيدا عن البسطرمة والمخلمة. سويت هذا طبقنا مال جيل الطيبين، أيام الخير أيام البركة، وربي يشبع كل جائع وألف عافية علينا وعليكم حبايب قلبي. وهذا ريوق يعني حتى اللبلبي بما أنه الأجواء باردة، والحمد لله والشكر، والشاي الحار وألف عافيات. وطبعا اليوم أشياءنا اللي راح أسويها كلها مال جيل الطيبين، وأكو شغلة راح أراويكم إياها حلوة للزراعة، اللي يحب الزراعة واللي يحب الزرع بداخل المطبخ راح أقول لكم بطريقته كلش حلوة. وهو الشلغم هذا تقصون الراس مالته وتخلونه بالقبق، أي قبق عندكم. شوفوا شلون حلو يخضر، وفشي حلو على السنك على الكاونتر، يعني فشي نازك. ومو بس الشلغم حبايب قلبي، حتى الشونذر، واكو عدة طرق طبعا. واحنا هذه مستعملتها أنا دائما ازين بيها المطبخ بايام الشتاء. مو يعني احنا حاليا يعني طلعت هي نبات عسى موسى، والا قبل كان احنا ايام زمان كنا نسوي هيك شلغم وشونذر. وحتى كان يفيد الوالده الله يرحمها ويرحم والديكم، كانت تسويها انه وناخذها للمدارس مساهمه بدرس العلوم فقره الزراعه. شوفوا شونذر قد حلو، الجذور مالته حمراء والاوراق حمراء، فتشي روعه. وهذه عدة أفكار حتى واحد يساهم بيها بدرس العلوم يا أطفالنا. شوفوا ايش قد حلوة، ما يطلع هذه بيها جذور إذا تقصوها هيك، أما إذا تقعدوها الشلغماية كلها لا يصير بيها جذور. وأني ضفت لهم دارسين حتى لا تتعفن الجذور عندي وتبقى مدة طويلة. والآن طلعت عصا موسى، وهسه بدينا يعني نحتويها بالبيت، ونوع من التزيين الداخلي والنباتات الظلية. هاي كانت قبل نباتاتنا البسيطة هي اللي مزينة مطابخنا ومزينة يعني أركان المطبخ. أتمنى فقرة هاي عجبتكم. وطبعا سويت الشيخ محشي واللي يلوق الحلقكم وتمنيتكم وياي. أخذت حبات الباذنجان وشيخ محشينا اليوم صحي بدون دهون وبدون أي تعب ومجهود. هسه تشوفون إن شاء الله وكلش يعجبكم. حفرت الباذنجان وشككته، وحفرت البوتيته، وسويت الحج أحمد أو الشجر كلهم حفرتهم بهالطريقة هاي وشككتهم طبعا. وبعدها رشيتهم ملح رشة حتى أذبلهم، لأنه أنا ما أريد أقليهم حتى لا يشبعون بالدهون. وهنا حضرت الحشوة اللي زادت، وخليت عليها راس بصل، وخليت عليها نص كوب تمن، وخليت عليها باقة كرفس، وخليت عليها لحم مثروم، وضفت عليها بهارات الشيخ محشي، وضفت عليها الملح، وضفت عليها ملعقة معجون ونوم بصرة وليمن دوزي وقليل من حبات السكر، وخلطتهم خلطة زينة. وبديت أحشي بيهم بهالشكل هذا. رصفتهم بالجدر وخليتهم يتعرقون، وبعدين ضفت عليهم المعجون والبقية الحشوة، وصار ولا أروع. وألف عافيات علينا وعليكم. فقرة المشتريات، أنا صراحة هالأيام مقللة المشتريات لأن زاد عن حدها، والبيوت صراحة انملت بهاي الحاجة بألف. فلكن اليوم أنا طلعت للسوق وحبيت أشتري أشياء محتاجتها كلش ضروري، وهي هاي الشفوف والحافظات مال الثلاجة. وشفت هذه ماعين صغار مال تقديم الشطة والكجب والصاص، عجبتني صراحة. واخذت الباندج والخواشيق، واخذت هاي التعليقة كلش حلوة حبيتها سبحان الله. ومالت الكلينس والصواني والشمع. وأكيد ما نخلي من المشتريات النسائية اللي هي الحفايات والأظافر والرموش والمسكارة يعني حمر بأنواعها.
وأخيرا دللت نفسي بشاي كرك، وشاي كرك اليوم راح أسوي وياكم كوبين حليب بنص كوب شاي بكوب وربع سكر، وخليت عليه الزنجبيل، ملعقة زنجبيل، وخليت عليه ملعقة هيل مطحون، وخليت ملعقة كبيرة دارسين، وخليت هنا بالقوري ودللنا نفسنا. وألف عافية علينا وعليكم وعلى كل من يجربها ويحبها.